جوزي بيقول لي انا دقت البيض المسلوق، دقت البيض العيون، البيض المقلي، انما بيض متجمد في الفريزر بجد عمري ما تخيلت ان هي دي تكون النتيجة. وسألني كمان اذا كان في تاني، وقلت له لا يا سيدي، الف هنا وشفا، هبقى اعمل لك المرة الجاية كمية اكبر. زي ما انتوا شايفين هتجيبوا بيضة، والمعلقة الكبيرة اللي عادي بناكل بيها هنحط 4 معالق من زيت الذرة. ادي كده 3 4. بنفس المعلقة هنحط 4 معالق من الحليب. ادي 1 2 3 4. هنقلب الخليط ده كويس جدا لغاية ما الصفار والبياض والحليب يمتزجوا تماما ويبقى خليط موحد اللون زي ما انتوا شايفين كده. هنحط معلقة من الكركم، معلقة صغيرة، ربع معلقة من الزعتر، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة ملح، ونص معلقة سكر، ونص معلقة من حبة البركة، والكلام ده كله من معلقة صغيرة. هنحط كوباية من الدقيق ونقلب كده بمضرب البيض علشان البابريكا والكركم يتوحدوا مع الدقيق. هنحط تقريبا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني نص الكيس تقريبا، ونقلب كويس جدا لغاية ما يختلطوا تماما. هنحط بقى السائل على المكونات الجافة ونقلبهم حبة في حبة، وأول ما أحس إن هما تماسكوا شوية أنزل بالمية بتاعتي حبة حبة كده على الخليط ده لغاية ما يمتزج تماما وما يبقاش فيه أي كتل ولا كلاكيع زي ما هتشوفوا دلوقتي. وهو ده اللي خلاني قلبت من المعلقة لمضرب البيض، لأني عايزاه ما يبقاش فيه أي كلاكيع. هتلاحظوا إنه في الأول بيبقى فيه كلاكيع وفي الآخر خالص بيبقى كريمي كده زي ما انتوا شايفين، وهو ده القوام اللي أنا عايزاه. طاسة بقى على النار هندهنها بالزيت زي ما انتوا شايفين كده، والحواف بتاعتها كمان، وهنزل بالخليط بتاعي ده. اهم حاجة العين اللي انت حاطة عليها الطاسة تكون عين صغيرة، وهنعمل الكلام ده على نار هادية. هوحد الخليط كده بالسباتيولا بتاعتي واغطيه بغطا الحلة، وعلى نار هادية خالص اسيبه. في الوقت ده بقى اطلع البيض بتاعي. انا مجمده بيضتين في الفريزر من اليوم اللي قبله، بيبقى ده شكلها، حتى بيبتدي القشر انه يتقشر كده من عليها لانه طبعا بيزيد حجمه في الفريزر. وهقشره عادي زي ما انتوا شايفين كده. هقطعه ترانشات بالمنظر ده، حتى بيبقى شكله كأنه نص مسلوق. بس ما ينفعش في الوصفة دي نستخدم بيض مسلوق خالص. مجرد ما العجينة بتاعتي خدت اللون الحلو ده، طبعا عشان الكركم والكاري ده كده نص سوا يا جماعة، مش سوا كامل، بس هو مش باين علشان اللون الكركم والكاري. رحت حاطة معلقة كبيرة بقى من الكاتشب، وجبت شريحتين من الجبنة الرومي او التركي وقطعتهم كده. الوصفة دي انا كنت عاملاها فطار، وجبت البيضتين دول بيضتين بس، وعملتهم شرايح كده. ليه ما ينفعش بيض مسلوق؟ علشان البيض المسلوق يا جماعة هيبقى زي مطاط كده وقاسي وانتي بتاكليه، مش حاجه حلوه خالص. شويه فلفل الوان، شويه زعتر على الوش، وهندخلهم تاني على البوتاجاز. ما ندخلتش الفرن، لا، على البوتاجاز على النار الهاديه لغايه ما البيض استوى والجبنه ساحت كده. وتعالوا بقى شوفوا لونها البرتقاني الجميل بسبب البابريكا والكركم، وكمان عاطين طعم حلو جدا للعجينه. حتى الحته اللي ما فيهاش حشوه تحفه. البيض بيدوب في بقك، وبيضتين بس عملوا لي كل ده. يلا جربوها، والف هنا وشفا.